فاليوم ده قال لي انا هموت. حضرتك كنت معاه في اللحظات الأخيرة؟ انا ده مات على ايدي. يقال ان اسماعيل ياسين اتدفن في مدفن صدقه. لقيته بيولع نور الشقه كله. الدنيا دي متعبة جدا 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 من الدنيا. حضرتك كنت معاه في اللحظات الأخيرة؟ انا ده مات على ايدي. كان هو بيصور الرغبه والضياع. تمام. صور 4 ايام وقال لهم معلش انا هسافر كام يوم بس اسكندريه لاني مش مظبوط بسبب موت الله يرحمه فطين عبد الله. فقعد 10 ايام ولم يوم ما جه يوم وفاته بالليل ولا راح بقى كباريه ولا راح حته. هو كان بيروح طبعا رمسيس طب ايه قصه وشهرزاد الشبشب وايه قصه الجمهور مفيش حاجه قاعد اسمها بيسقف يعني. هو نص في ساعة؟ عز النقرس كان بيلبس حاجات جزام واسعه، ما بيلبسش شبشب. حتى في المسرحيه بتاعت كل الرجاله كده اللي هو موجوده الوحيده في التلفزيون هتلاقي معظم الوقت قاعد بس لابس جزمه عشان رجليه وجعه. عشان رجليه وجعه. لكن لابس جزمه. هو راجع من اسكندريه الساعه 1 الظهر. عادل اخويا وصله وروح قال لنا انا نفسي في ايس كريم. فنزلنا جبنا له ايس كريم من جروبي في سليمان باشا وروحنا عادي. وهو كان موجود عادي قاعد في السرير عشان رجليه عشان النقرس. صاحي ما نامش. مفيهوش حاجه خالص. ده الظهر الساعه 2 الظهر. اه وكانت ماما بتعمل الغدا ماما فوزيه واكل ايس كريم واتغدى. كنا هنروح التيرو نادي الصيد. كان يوم 3 فكنا رايحين نادي الصيد بالليل. حصل ظروف ما اعرفش ايه كده ما رحناش. وانا دخلت اوضتي اذاكر وبابا اسماعيل قاعد معاهم مع ماما وطنط ليلي وانكل ملاك في اوضه القعاد في الليفنج بيتفرجوا على التلفزيون. بعد الغداء هو المفروض بيريح شويه. ده الكلام ده العصر بقى تمام مش بالليل. تمام. هو ميت 12 ونص بالليل 1 الا ربع. كنت انا قاعده بقى معاه. انا كنت بنام معاه في الاوضه يعني. وكنت انا اللي بدعك له كوعه من النقرس بدعك له رجله بالالجزال والحاجات دي. فهنا انا كنت قريبه جدا منه يعني. وبعدين انا كنت البنت الدلوعه بقى اللي بيقعد يرغي معاها ويحكي. ياسين كان كبر. فاليوم ده قال لي انا هموت. قال لي كده؟ بعد ما اتغدى على طول قال لي على فكره ميرفت انا هموت. قلت له ليه بتقول كده؟ ما تقولش كده بعد الشر عليك. فالمهم عيط وقال لي لا انا بقول لك انا هموت وانا غلطان ان انا ما عملتلكيش حاجه تامن لك مستقبلك. فقلت له لا انت مأمن لي كل حاجه كفايه ان انت ربيتني وبتاع. وقال لي لا انا ضيعتك معايا. قلت له ضيعتني ازاي يعني؟ انت اللي عملت حاجه اسمها ميرفت وشخصيه ميرفت وبتاع. قال لي لا عشان كان لازم اعمل لك شقه من العماره اكتبها لك باسمك عشان لو جرى لي حاجه تقعدي فيها تبقى بتاعتك يعني. فالمهم قعد يعيط وانا اعيط وبتاع. وفي الاخر قلت له ما تقولش كده بعد الشر عليك. انت عندك منخرس ما عندكش حاجه تموت يعني هو كانش عنده اي حاجه خالص. ما عندوش اي حاجه. وجاي عادي ماشي. وكان بالعربيه سايق من اسكندريه لمصر وعادي جدا مفيش اي حاجه. وعربيته قدام باب البيت مفيش حاجه خالص. قعدنا نعيط شويه. المهم ايه سبته بقى يريح ودخلت انا اذاكر. وبالليل بقى هنجهز رايحين نادي الصيد ولبسنا وبتاع. معرفش حصلت تقريبا مشكله بين ياسين ونجوى في التليفون. فالمهم بابا اتخانق معاه وقال له مانيش نازل ومش عارف ايه. مش خارج ما كانش عايز يجي معانا. فبابا كمان قال ايه ولا انا رايح هنقعد. يعني حوالي 12 ونص كده ماما بابا طلب منها زبديه. قال لها اديني زبادي. فقامت تجيب له الزبادي. قالت له انت تعبان؟ قال لها شويه كده. قام يتمشى في الشقه وانا قمت لقيته بيولع نور الشقه كله. طبعا دي مش طبيعته يعني. انا ما بحبش. انا شخصيا ما بحبش حد يولع نور الشقه كله على الفاضي يعني. فهو كان يقعد يزعق لنا مولعين النور ليه يعني ما دام ما فيش حد قاعد يعني. فقلت له ايه ده انت بتولع نور الشقه كله ليه؟ ايه اللي حصل فيه ايه؟ بهرج معايا. قال لي يلا هو انا دافع حاجه. تخيل الكلمه يعني. عارف ان هو هيموت برضه ما خدتش في بالي يعني. فقال لي افتحي لي باب الشقه. ففتحت له باب الشقه. في عندنا كرسي والصوره دي وفوتيه كده قدام باب الشقه عايز هوا. فجيت اقعده على الفوتيه. قال لي لا انا عايز اقعد على الارض. قعديني على الارض. فتحت باب الشقه وقعدته على الارض وانا بسنده كده
راح نايم، يعني مش عايز يقعد يسند ظهره على الفوتيه، لا راح مميل على دراعي. فانا طبيعي بنيمه بقى على دراعي، بس بنزله خالص يعني. فلقيته طلع رغاوي من بقه وخلاص. في اللحظه دي كان مات. انا ما كنتش اعرف طبعا، 16 سنه ما مش فاهمه قوي. مش فاهمه صعب. ندهنا الياسين ومدحت وكده، كانوا بيذاكروا جوه. ماما جريت تنده بقى في ايه. قلت يا بابا اسماعيل بيطلع رغاوي، فجري يندهوا، جري يروحوا يشوفوا اسعاف او حاجه. اسعاف جنبينا، انت عارف الحته دي يعني. فجاه لقيت البيت، لقيت سمير صبري كانوا عايزيننا ندخله الاوضه على سريره. فممكن ملاك نزل دور على حد من الفكهانيه اللي جنب البيت، جه شاله هو وانكل ملاك دخلوه على السرير. اللي حلمي بكر بيقول لك جه لقى على الارض وهو اللي شاله. حضرتك ايه الكلام ده؟ ما اعرفش، كله غلط. ما اعرفش. طب ايه قصه الكباريه وايه قصه ان هو بينزل بشبشب وان هو اللي بيوديه وماهوش عربيه لا صاحب الكباريه قال له ايه ده الحق هو اسماعيل ما جاش ليه وراح لا ما كانش بيروح اصلا. هو ما واخد حضرش أجازة. اصلا الوفاه. ما جاش، انا ما شفتوش لا هو ولا شفيق جلال زي ما بيقول ان هو وشفيق جلال الاول نزلوا. لا ما شفتوش بصراحه. اول واحد جه كان سمير صبري الله يرحمه. بعديها بقى الزمالك كلها جت، يعني البيت كله سواد طبعا، من فنانين لناس عاديه. بالظبط. ده غير ان فنانين كتير جنبينا في الزمالك. كله كان عندنا. البيت اتردم بقى سواد. على ما ياسين جه اصلا بالدكتور، كنا احنا دخلناه انكل ملاك والفكاهيني دخلوا على السرير. كان هو خلاص خلص ما خدش 10 دقايق، ما خدش 5 دقايق انا كده. استغربت ان هو كمان ما عندوش هو جات له زي سبحه صدريه يعني. هو ده من القهر اكيد. ولا عيان ولا اي حاجه. طب احنا بقى عايزين نتكلم عن الجنازه، لان يقال ان هو ما كانش ماشي فيها حد. انا مصوره الجنازه عندي على الصفحه برضه، حلوه مليانه ما شاء الله يعني. طب ما ليه جنازه مهيبه ان يعني. هو ما كانش فيه لا الله يمسيه بالخير. انا بقول من ضمنهم بالاسم، فطين عبد الوهاب. انا بقول بالاسم محمد عاشور. ده كان طفل اكيد سنه 72، كانت بشورت لسه يعني. شاف منين الكلام ده؟ وفطين عبد الوهاب ومعاه 9. طب ده فطين ميت قبل بابا اسماعيل باسبوعين. ازاي كان موجود في الجنازه يعني؟ وازاي 10؟ انا رحت منزله صور الجنازه بقى ايام ما عشوب قال الكلام ده. ايه قصه ان هو قعد يومين ما اتدفنش؟ ايه القصه؟ اولا هو اللي حصل ايه؟ ان هو مات 1:15 بالليل. تمام. فلما جم بقى العالم دي كلها وبتوع شهرزاد اللي هو كان المفروض بيروح يغني هناك، شهرزاد ورمسيس والاندلس. فصاحبة او صاحب شهرزاد ومراته فتحية محمود كانوا بيقولوا احنا ازاي نوديه السويس، وسمير صبري نفسه قال هنوديه السويس ونبهدله حرام يعني. وبعدين الناس دي كلها عايزه تودعه، يعني الناس عايزه تمشي وراه، فما ينفعش نوديه السويس. هو عندهم مدافن في السويس باسمهم. بالظبط. مدافن مدافن عائله ياسين اسماعيل علي نخله. فهم اللي طلبوا ان هو يدفن في مصر عشان الناس دي كلها تودعه. قعد يومين؟ ما عادش يبان ولا حاجه. ده تاني يوم الصبح 1:15 بالليل متوفي. الصبح بدري كانت الجنازه في عمر مكرم. طب ليه اتقال ان هو ما كانوش لاقيين؟ ما انا دي افلام بقى بروباجندا هم بيعملوها. عايزين بقى يطلعوا بقى، عايزين يعملوا ابطال، عايزين يعملوا. طب هو سمير صبري عرض ان هو يدفن في المدفن بتاعه في اسكندريه؟ سمير صبري مش ده الكل عرض يدفن في مدافن. يعني اي حد كان واقف طب يدفن عندي، طب يدفن عندي كده يعني. فوصلوا ان هو يدفن جنب عبد الحليم في البساتين، في اللي هو بتاع فتحية محمود وجوزها شوقي، مش فاكره اسمه شوقي، بتوع محل شهرزاد مالها شهرزاد بس. واتدفن هناك. ولا بقى مقابر صدقه ولا الكلام الفارغ ده خالص، ولا قعد يومين في البيت. طب ما كنا وديناه مدافنه بقى لما هو مش منطقي ان يعني قاعده بقعده كنا سفرناه السويس بقى. بالظبط. ويدفن في مدافن اهله اللي فيها ابوه وعماته واهله يعني.
وبعدين السويس ده فيها كام ساعه، دي بهدله يعني. ساعتها كان صعب جدا السفر. اكرام الميت دفنه على طول. فعشان كده اتدفن في المدافن اللي بقول لك عليها دي، اللي هي جنب عبد الحليم على طول في البساتين. رحنا الاول عمر مكرم، طبعا اتشيعت من هناك اعتقد الافات الناس لو سمعت ان اسماعيل ياسين جنازه يعني إسماعيل انا عايز ياسين. اقول لك حاجه، لو بلاش فنانين خالص، لو حي الزمالك بس مش يعني حي الزمالك مليان فنانين اصلا وقتها، في ما الوقت ده ينفعش. كلهم ساكنين هناك. ما ينفعش. وبعدين يقولوا لك هند رستم كانت بتكرهه، والله العظيم هند رستم من اوائل الناس اللي جم عزوا في بابا اسماعيل، من اوائل الناس، لانه كان شغال معاها في الرغبه والضياع. في اخر افلامه في الكام مشهد. رشدي ونور وهند كلهم جم. يقال ان اسماعيل ياسين اتدفن في مدفن صدقه. ايه حقيقه الكلام ده؟ ما انا بقول لك لا، ما حصلش. انا رحت صورت هناك. المفروض ان هو مدفون في مدفن الفنانه فتحيه محمود، وبعد كده اتنقل العظم بتاعه، اتنقل هو وكل اللي موجودين في المدفن ده لمدفن تاني، مدفن صدقه. يقال ان هو مدفن صدقه. هو ياسين ايام الله يرحمه قال لي طلبوه عشان يتنقل، فهو رفض لهم هنقل مين؟ ياسين اللي رفض؟ ياسين قال لهم هنقل مين؟ وانتوا عارفين ده مين وده مين وده مين؟ ياسين اللي قال كده ولا التربي اللي قال كده؟ لان التربي بيقول ان هو قال هو اللي قال ياسين كده. لا، ياسين اللي قال له كده. قال له الميه عومت العظم، الدنيا اتبهدلت. في 2005 مش فاكره كام. ياسين اتوفى 2008 6 او 8. لا 8. فقال له لا طبعا، يعني ايه له دي فين؟ ازاي يعني؟ وبعدين انا عرفت منين ان ابويا فيهم؟ يعني ما بيبانش بقى. لا خلاص طبعا كله عظم. بس حد تابع بعد كده ايه اللي حصل في المدفن؟ 72 عرفنا بقى بعد كده، وهو قال لي برضه ياسين الله يرحمه ان هم يعني صفتوه شربت الميه خالص، طفت له زي ما هم، بس طبعا البعطروا بقى يعني ما بقاش ده لوحده وده لوحده وكده.